كبرشلوني حضر لريمونتادا ليفربول وروما وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، أطالب بإزالة برشلونة من دوري الأبطال، لأن برشلونة ودوري الأبطال لا يلتقيان. وأول شيء سأزيل هذا القميص. من يريد هذا القميص يكتبها لي بالتعليقات سوف أعطيه له. بالله عليكم كيف نشجع فريق مثل برشلونة ومتعة كرة القدم ذهبت مع هذا الاثنين؟ أريد فقط أن أفهم، لا تخافوا سوف أتكلم في دقيقة واحدة، سوف أفضح لك كل ما حدث بالمباراة. أريد فقط أن أفهم كيف تفوز أنت ب3-2 تترك جيرارد مارتين يلعب. كيف وقلتها مرارا وتكرارا، فليك أعظم مدرب، يعشق أن يكون مسيطر، يعشق أن يكون هو المدرب الأعظم الذي يفوز بالاستحواذ. يا أخي هذا نصف نهائي دوري أبطال لم تصل له برشلونة من 2015. فوز ضربتهم ب3-2. ارجع لي للدفاع، رجع الكل وارجع انت للدفاع، ورجع الحكم ورجع كل شيء للدفاع كما تفعل ريال مدريد. ريال مدريد تفوز بالغش، تفوز بهذا اللعب المكروه. لماذا نحن نفوز بالمتعه والتيكي تاكا؟ لماذا؟ حدكم يقول لي واحد فيكم ما سب اولمو، ما سب اولمو، ما سب فيران توريس سب له استغفر الله العظيم. اولمو اللي عليه كلكم شفتوا لما رجع برشلونه وعمل اللي عملته الارجنتين ضد البرازيل في المباراه اللي فاتت. هذا فعلوا، يستحوذون على الكره، تذهب يخسر الكره، يضغط على اللاعب، يرجع الكره باي طريقه كانت، المهم الكره تكون عند برشلونه. عدنا في المباراه وفزنا وريمونتادا وملوك الريمونتادا. وماذا وقع؟ طبيعي يا اخي، برشلونه خسرت، كلهم شبان، كلهم اطفال. تخسر بعد ما كنت انت الفائز، طبيعي يهبط لك الريتم، تهبط لك النفسيه، ما بقى عندي ولا جهد نحكي به، صوتي بح. اريد الكل ينزل للتعليقات يشارك معنا اراء، ومن يريد قميص برشلونه. ما كيف ما قلت برشلونة ودوري الأبطال لا يلتقيان.